الفترة دي ناس كتير طلبت مني مصطفى ازاي نحجز طيران لألمانيا، وانا حابب ان انا بصراحة اوضح لكم الموضوع ده لان ما اتكلمتش عنه قبل كده كتير. ازاي تحجز طيران وازاي ان انا اشوف مثلا يعني سعر كويس وطيارة كويسة، وفي حاجات تاخد بالك منها في النص برضه. خلي بالك ان الفيديو ده مهم جدا لكل الناس المهتمين الفترة الجاية ان هم يسافروا ألمانيا او حتى هم بيسافروا باستمرار. برضه في معلومة ممكن تفيدك. دوس اللايك والسبسكرايب ويلا بينا نخش على الفيديو. في طريقة لذيذة كده حابب إن أنا أكلمكم عليها، أنا على طول بستخدمها في أي حجز طيران. بالنسبة لي أي حجز طيران أنا بعمله دايما بتبع نفس الطريقة ديت، وعشان كده تعالوا نخش مع بعض على موقع اسمه skyscanner.com. فأنت ممكن تكتب في الويب سايت من فوق skyscanner.de أو .com على حسب ما أنت عايز، يعني هيجيلك نفس الموقع. أنا بستخدم الموقع ده مش بس في إن أنا أسافر من ألمانيا لمصر أو من مصر لألمانيا، بستخدم برضو الموقع ده في حالة إن أنا عايز أسافر أوروبا، في وسط أوروبا ما بين الدول الأوروبية وبعضها. بيبقى لذيذ جدا في معرفة التيكت اللي هي رخيصة تكون امتى في وقت ايه بالظبط. انا هقول لكم على حاجة ظريفة. يعني لما باجي احجز دايما اول مرة المانيا، طبعا معظم الناس بتحجز اللي هي اتجاه واحد، وفي ناس بتفضل انها تحجز اتجاهين يعني رايح جاي. يعني انا رحت على لوفت هانسا على سبيل المثال ممكن الاقي تذكرة ب 500 يورو رايح و600 رايح جاي، او مثلا تذكرة ب 300 يورو رايح و350 رايح جاي. فليه ما اقطعهاش رايح جاي وادفع 50 يورو زيادة، بحيث برضو ان انا عايز انزل مصر بعد فترة. لان في اول فترة في المانيا لما بتيجي انت في الاول بيبقى في شوية شوك كده وشوية يعني نقول ايه صعوبة البدايات، بتبقى عايز برضو تنزل مصر كده ايه تفك شوية وترجع تاني. فالأحسن إن أنا من وجهة نظري الشخصية لما تيجي تقدم على أول تذكرة طيران ليك عشان تيجي هنا ألمانيا، حاول تحجزها على قد ما تقدر رايح جاي مش رايح بس، عشان الفرق ما بينهم مش كبير يعني. ولو احنا عايزين نحجز بس رايح، انا هقول لكم على طريقة رايح جاي وهقول لكم برضه على طريقة رايح بس. هكتب القاهرة، انا قريب من القاهرة او انا قريب من مثلا سفنكس او الغردقة او برج العرب. ممكن في الحالة دي اكتب مصر وخلاص، ممكن اكتب مصر. عايز اسافر من اي حتة في مصر واوصل في اي حتة في المانيا. هقول لكم ازاي. انت لما بتيجي هنا في الاول، انا جاي على هانوفر على سبيل المثال، مش شرط ان انا اسافر على هانوفر. ممكن اسافر على مدينة قريبة من هانوفر بالقطر وتكون التذكرة ليها رخيصة، والمدينة ديت مثلا اركب قطر بعديها ب 20 يورو اروح لهانوفر، وانا اكون وفرت اصلا في التذكرة 150 يورو. طب لو انا وفرت 150 يورو في التذكرة ورحت بس بقطر 20 يورو، انا الكسبان في الاخر، مش كده ولا ايه؟ فانا هنشوف اهوت من مصر لألمانيا هنخليها رايح بس في شهر مثلا. انا عايز اجي في سبتمبر على الدراسة واعمل سيرش كده، يعتبر هي وان واي بس. زي ما انتم شايفين في حجوزات من مصر الحتة اسمها ايرفورت 29 يورو بس وفي شتوتجارت ب 69 يورو بس، وبرلين 82 يورو بس ده كله في اوقات محدده. لو انا رحت مثلا انا في قريب من مدينه ايرفورت ديت ورحت على ايرفورت، شفت من الغردقه في رحله يوم 28/9 ب 29 يورو بس. ودايما ابقى اكون متاكد ان الرحله دي تبع شارتر ولا لا. لو هي شارتر يعني مواعيدها بتبقى مش منتظمه، يعني ما بتحصلش كل شويه، يبقى لازم اخد بالي. ولو هي مش شارتر يبقى خلاص عادي ممكن اسافر بيها مفيش مشكله. ففي عندك اهو 28 لو انا عملت فايند فلايتس تبع حاجه اسمها ايه، برج العرب معرفش. في اوريبيان كارجو، في حاجه اسمها اوريبيان كارجو تبع برج العرب. معرفش هل في اصلا طيران اسمه برج العرب، معرفش، بس هو رخيص جدا. انتوا شايفينه ب 29 يورو اهوت في الغردقه لايرفورت دايركت مباشر تروح على طول. طب انا لو عايز ارجع تاني واشوف بقيه المدن، لو انا مثلا رايح على شتوتجارت رايح على برلين، اعمل ايه؟ طب انا رايح على شتوتجارت اهوت في الجيزه. هو هل في مطار في الجيزه؟ مثلا ممكن يكونوا قصدي عليه بتاع سفنكس يعني. وفي الكايرو ب 130 يورو، يعني ممكن تسافر من القاهره ب 130 يورو اهوت رايح. وتشوف بالظبط هنا في التواريخ اللي هي موجوده في شهر سبتمبر 2024 موجود فين التذكره الارخص. انا لما بشوفه اهوت في يوم 24 ب 138 يورو. طبعا ده رقم رخيص جدا. لما انت بتروح تشوفه اهوت هتلاقي 138 يورو على موقع بتاع جيت. وده هتعمل انت ترانزيت في اسطنبول، بس في مطار اسطنبول. وخلي بالكم من النقطه دي، سيلف ترانسفير. لو لقيت تذكره فيها سيلف ترانسفير حاول بقدر الامكان انك تتجنبها. ليه؟ لان هي المفروض سيلف ترانسفير معناه ان انت تروح المطار هناك انت معاك شنط دي بتاخدها معاك الطياره فوق، وفي شنط بتعمل لها تشيك ان تخش الطياره تحت. سيلف ترانسفير بيجيب لك ان انت لما تروح المطار التاني تروح كمان تخرج من المطار لغايه ما توصل للشنط بتاعتك،
اللي هي الكبيرة اللي هي المفروض في الطيارة من تحت تاخدها وترجع تاني من الأول تعيد إجراءات اللي تشيك إن من أول وجديد. فده طبعا بياخد وقت طويل، وتبقى انت عايز ترانزيت كبير وتكون واثق ان انت عندك فيزا في المكان اللي انت هتروحه. وانا كمصري ورايح على اسطنبول في تركيا، لا معيش فيزا ان انا اروح بيها واعمل القصه دي في تركيا. فخلي بالكم من قصه السيلف ترانسفير، لو لقيتها تجنبها، ما تروحش عليها. ده رايي انا الشخصي، اول مره تيجي المانيا تجنبها. وطبعا انت ممكن تعمل ايه، فويلنج او فولينج، ده الشركه دي انا رحت معاها كتير في اوروبا وهي جميله بصراحه كويسه. فممكن برضه تاخدها من القاهره لبرشلونه، ومن برشلونه تروح لشتوتجارت ترانزيت. بس برضه خد بالك انها سيلف ترانسفير. بس ما دام انت معاك فيزا في المانيا، سواء فيزا ديت قصيره الامد او فيزا ديت طويله الامد، تنفع تخش في اوروبا عادي. فممكن تعمل القصه دي رخيصه بس هتتبهدل فيها شويه. تتبهدل فيها ان انت مضطر انك انت تروح تاخد شنطك الاول، وبعد ما تاخد شنطك في المطار للاسف يعني تعمل من اول وجديد مرحله التشيك ان، وتخش تاني وتعمل بعد كده السيفتي كنترول لو يقعدوا يفتشوك والكلام دوت. فانت هتضيع وقت وهتضيع مجهود وهتضيع يعني روقان. دايما في معلومة أنا قلتها قبل كده في فيديوهات بتاعت أول فترة في ألمانيا، إن أنت لما بتيجي على أول مرة ألمانيا، أنا بفضل إنك تيجي على لوفت هانسا، لأنها بتعمل ترانزيت يا إما في زيورخ يا إما في فيينا يا إما في أي مطار من الاتنين، فرانكفورت أو ميونخ. ولما أنت بتعمل ترانزيت في واحد من دول وأنت داخل على ألمانيا ورايح على المدينة بتاعتك، يعني نفترض أنا مثلا جاي من مصر القاهرة رايح على ترانزيت في ميونخ، ومن ميونخ رايح على هانوفر طيران تاني. فلما بروح لميونخ مش بيفتشوني، ولما اروح في هانوفر بطلع على طول، بيبقى الموضوع اسهل ما يكون. بس لوفت هانسا كشركه انا ما بحبهاش الصراحه، مش كويسه. الطيارات بتاعتها بتبقى الطيارات بتاعتها اللي جايه من البلاد بتاعتنا بتبقى سيئه جدا، ما فيهاش اي حاجه لوكسوس، ما فيش اي حاجه انترتينمنت، يعني تحس ميكروباص جوي كده. فانا بصراحه كجوده طيران كمتعه في الرحله بلوفت هانسا انا ما بحبهاش. اللي بحبها مين؟ تركيش ايرلاينز، بس بتبقى غاليه، بتبقى للاسف تركيش ايرلاينز غاليه. فدي طريقه انا بقدر اعرف فيها لو انا عايز اجي من مصر لالمانيا بارخص الاسعار. فانت عندك اهو، لو انا عايز اجي في سبتمبر بوجه عام شهر كامل اشوف فيه افضل يوم اسافر فيه امتى، في عندك اهو 6 مطارات في مصر بيودوا لالمانيا باسعار مخفضه جدا. لو انا عايز اسافر من القاهره وانا خلاص قريب من القاهره، يبقى هدوس على القاهره. ممكن اسافر شتوتجارت بالقاهره في انهي يوم، وكل يوم ليه سعر تذكره محدد. ساعات الاسعار دي بتتضمن ان انت تكون واخد شنطه ظهر بس، مش شنطه كبيره معاك كمان. فخلي بالك برضو انك انت ما تتخدعش بسعر رخيص، ويكون اصلا السعر دوت في الاخر هو سعر الشنطه بس، هاند باك وشنطه ظهر، لكن ما عندكش شنطه تشيك ان تحت في الطياره، عشان كده سعر رخيص. لما تخش على موقع الطيران نفسه، لما انا مثلا يعني نفترض ان انا لقيت تذكره هيت في 30/9، وعلى التذكره دي عن الخطوط اليونانيه مثلا، فانا اخش على موقع الخطوط اليونانيه اللي هي ايجين ايرلاينز، واشوف هناك نفس التذكره اللي عجباني. ساعات بتكون ارخص والله، يعني انا ساعات بروح على سكاي سكانر واشوف التذكره دي بسعر كذا، اروح على موقع لفت هانسا نفسه عليها ارخص. والله بتحصل. فانت حاول تقارن ما بين سعر التذكره على سكاي سكانر، وبرضه في نفس الوقت سعر التذكره على نفس شركه الطيران اللي هي مسؤوله عن الرحله اللي انت عاجباك او اللي انت عايز تختارها. نصيحتي ليك برضه ما تحاولش انك تعمل ترانزيت اقل من ساعتين. اقل من ساعتين بيبقى فيها ريسك كبير جدا. في بعض التذاكر بتبقى رخيصه جدا، التذاكر دي ساعات بتكون الترانزيت فيها 40 دقيقه، 50 دقيقه، ساعه وربع. تذاكر من النوع دوت هي رخيصه عشان الريسك في الترانزيت عالي قوي، انك انت ما تلحقش الطياره اللي بعديها. وقت الترانزيت الطبيعي فوق 3 ساعات، ان انت عشان تلحق الطياره اللي بعديها، ولسه بص اول ما تطلع من الطياره الاولانيه وتطلع تعمل باسبور كنترول وتروح على الجيت اللي بعديها او كده، او تستنى، ممكن تاخد الحوار ده منك ساعه ونص، ساعتين. في بعض المطارات بتطول اكتر كمان لو في طوابير كتيره. فانك انت تعمل القصه دي محتاج على الاقل 3 ساعات. ده رايي، انك انت تحاول تحجز طيران يكون 3-4 ساعات ترانزيت، ده بيرفكت. اقل من كده في شويه ريسك، اكتر من كده هيبقى طويل وممل، بس برضه مش اوحش حاجه. لكن فوق ال10 ساعات ترانزيت او فوق مثلا 8 ساعات ترانزيت طويله وهتمل، وقعدتك في المطار وملهاش لازمه الصراحه. بس لو تذكره رخيصه جدا واقفه معاك على الترانزيت طويل، ممكن تستحملها في اول مره. خلي بالك برضه من نقطه مهمه، ان انت لو بتيجي المانيا في اول مره حاول تحجز طيران ما بيوصلش من الساعه 1 للساعه 5 الفجر،
لان من 1 ل 5 الفجر معظم القطارات ومعظم المتروهات قافله في المانيا، بتبقى واخده استراحه كده من 1 ل 5 الفجر او 1 ل 4 الفجر. الفتره دي ما بيبقاش فيها مترو ولا اوبان ولا شتراسنبان ولا اي مواصلات، فهتضطر تاخد تاكسي. التاكسي هنا غالي جدا، فخلي بالك من النقطه ديت، انك انت هتحاول تلاقي طيران يوصلك الصبح في المانيا. اي حاجه بقى، 7 الصبح، 10 الصبح، 2 الظهر، العصر، العشاء، الساعة 8 مثلا، لكن مش متأخر قوي، 1 لغاية 5 الفجر ديت. لو وصلت ألمانيا في الوقت دوت، القطورة ممكن تكون شغالة، بس لما تبقى عايز تركب أتوبيس عشان توصل للبيت بتاعك أو المكان اللي أنت جاي عليه، هتلاقي الموضوع صعب شوية. طبعا بتختلف من مكان للتاني، في أتوبيسات بتبقى متوفرة بالليل وفي أماكن ما بتبقاش فيها الأتوبيسات متوفرة، خلي بالك. فأنا هو شفت يا عمي في شتوتجارت أقدر أروح. طب أنا لو عايز أروح في مكان تاني، يعني انا عايز اروح برلين، في من الجيزه ب 82 يورو، في من شرم الشيخ ب 82 يورو، مرسى علم، حرجان. طبعا عايز اسافر من القاهره في 143 يورو. ده كله انا بتكلم على اتجاه واحد، تذكره رايح بس. فانت شفت اهوت شهر كامل في اسعار متفرقه، تقعد تدور في كل يوم ايه انسب رحله ليك، وتقعد بقى تختار انت انهي مدينه من دول، انهي مدينه من دول. بص، كل دي مدن المانيه ممكن تسافر ليها طيران، اي مدينه من دول اسهل ليك واقرب انك تروح المدينه اللي انت عايز تروحها في المانيا. تقعد تدور هنا هنا، ويوم ما توصل لسعر تذكره كويس، ممكن تحجزها من على الويب سايت ده، او ممكن تحجزها من على ويب سايت. والافضل يعني انا بحب دايما ان انا احجز التذكره بتاعتي من على الموقع الالكتروني بتاع شركه الطيران نفسها. يعني لو هي الفرق مش كبير، 10 يورو 5 يورو نفس الثمن، احجزها افضل من على موقع الويب سايت بتاع شركة الطيران نفسها، عشان لو حصل في مشكلة ما في الطيارة نفسها لاحقا، ساعتها اقدر اعمل يعني ان انا اشتكي واخد فلوسي او ارجع فلوسي او يحصل ايه. لما انت بتبقى انت عامل مع شركة وسيطة زي سكاي سكانر او شركات وسيطة تانية بتعمل نفس الخدمة، ساعتها بيبقى في مشاكل في النص انك مش عارف ترجع فلوسك من الشركة اللي انت عملت معاها الحجز، وبتقعد بقى تطول معاك عشان تاخد فلوسك، او ممكن ما تاخدهاش في الاخر خالص. او حصل مثلا الطياره اتلغت، او حصل الطياره اتاخرت، ما لحقتش الطياره اللي بعديها. المشاكل من النوع دوت بتبقى اسهل الحلول بتاعتها لو انت قاطع التذكرة مع الشركة الأساسية، اللي هي شركة مثلا لوفت هانسا الرئيسية أو شركة تركش إيرلاينز. طب أنت مصطفى بتفضل أنهي شركة عن التانية؟ أنا بفضل أفضل واحدة تركش إيرلاينز، والترانزيت يكون في اسطنبول، مش في صهيبة. ده مش في مطار صهيبة، ده المطار دوت الريتنج بتاعه مش أحسن حاجة. تجارب الناس فيه مش كويسة. لكن اسطنبول أنا بصراحة من أحسن المطارات، يمكن واخد تاني أحسن مطار في العالم. فمطار اسطنبول جميل جدا، وترانزيت فيه مريح، والدنيا جميلة، وفي هناك مساجد في المطار ممكن حتى تصلي. حاجات كتيرة جميلة بصراحة عاملينها. انا لما بسافر اماكن بعيده، دايما تركيش ايرلاينز بتبقى هي اول اختيار بالنسبه لي. لوفت هانسا ما بحبهاش، وليا تجارب معاها وحشه. فانا بصراحه مش من افضل شركات الطيران اللي بحبها، ولكن انا بفضلها لو انت هتيجي المانيا اول مره، عشان بتسهلك امورك في الجوازات وفي السكيورتي وفي الحاجات دي كلها. ما بيجوش هنا يفتشوك تاني في ألمانيا، بتيجي هنا خلاص تتفتش في النص في ميونخ ولا في فرانكفورت، ولما بتوصل المطار اللي انت عايزه هنا تيجي هتلاقي الموضوع ايزي موزو، بتنزل وتطلع على طول من المطار بشنطتك وتشوف بقى طريقك فين. دي كده طريقة بسيطة هي انك انت ازاي عايز تشوف ارخص تذكرة وافضل تذكرة تحجزها عشان تيجي هنا بيها ألمانيا، بدون الحاجة ان انت تروح لشركات تاخد فلوس منك وتديك تذكرة رخيصة بسعر غالي جدا. بتحصل ان في شركات في مصر ممكن تروح لها تقول لك مثلا على تذكرة 400 يورو، وهي اصلا دافعه لها 280 مثلا. فلا يعني انت بنفسك ممكن تعمل القصة دي، وتكون تدفع طبعا الكريدت كارد بتاعك. كل دوت ممكن تعمله في الويب سايتات بتاعت لوفت هانسا وبتاعت بقية مواقع الطيران اللي هي شركة الطيران تركيش ايرلاينز وكل شركات الطيران من النوع دوت. لو انت بقى حابب ترجع في ميعاد آخر، ممكن تظبط. هو حتى كاتب لك هو الرجوع رخيص في الشهور اللي هنا ديت. فانت لو عايز مثلا تروح في سبتمبر وترجع في فبراير في وقت الشتاء القارس، تقعد لك شوية اسبوعين 3 في مصر، ليه لا؟ ممكن تعمل برضو كده انك تروح في سبتمبر وترجع في فبراير. ده انا بتكلم كشهر، وانت بقى بتدور جوه الشهر بالظبط انت عايز تسافر امتى تظبطها يعني. ولو طبعا فبراير بالنسبه لك امتحانات تبقى مارس، براحتك يعني، ظبطها زي ما انت عايز. فانت هو عندك ميونخ ممكن تسافر لها وترجع منها ب 230 يورو رايح جاي. تعال نشوف ازاي من القاهره هو ب 230 يورو. فانا لو جيت مثلا رحت يوم 24
ورجعت يوم 11. بص اهو يوم 24 ويوم 11 مكتوب 117 يورو اهو، ويوم 24 سبتمبر 117. نشوف كده لو عملت اليومين دول مع بعض يجيب لي احسن تذكرة ممكن واحد يسافر بيها. بص 241 يورو، مسافر رايح على الخطوط السويسرية وهعمل ترانزيت في زيورخ، وراجع مباشر على لوفت هانسا ب 252 يورو فقط رايح جاي. انت متخيل؟ طريقة لذيذة اهي تروح وتعرف فيها اسعار وارخص اسعار الطيران. وزي ما قلت لك ما تاخد بالك من شويه النقاط اللي قلتها في الفيديو لانها مهمه جدا. اتمنى يكون الفيديو كان مفيد ليكم في حجز الطيران بتاعكم الفتره ديت لما بتيجي تقدموا انتوا وتسافروا على المانيا، عشان هو ده الاستفاده الكامله بالنسبه لي. انا بيهمني بالموضوع ان انتوا تستفيدوا، الاستفاده ثم الاستفاده ثم الاستفاده فقط لا غير. فاتمنى لو انت استفدت تقولي كده في الكومنتات عشان تساعدني فعلا انك استفدت، وتدعمني بقى اكتر واكتر باللايك المتين وشير الفيديو لكل المهتمين ان هم ازاي يعرفوا يحجزوا طيران في المانيا. وفي نفس الوقت الموضوع دوت ينطبق برضه على اوروبا. ممكن ابقى اعمل يعني فيديو تاني مؤخرا ازاي انك انت تسافر جوه اوروبا ب 10 يورو للطيران طياره ب 10 يورو والله ينفع. فخلينا كده مع بعضينا ان شاء الله هنظبط فيديوهات احسن في المستقبل. ويا ريت يعني زي ما قلت لكم الدعم الجميل دوت، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعل بقى زر التنبيهات تحت عشان كل فيديو بينزل يجيلك على طول نوتيفيكيشن على الموبايل ان هو نزل وتقدر تشوفه وتستفيد منه. والف مليون مبروك لكل اللي جاله قبول وكل اللي جاله قبول للفيزا، سواء قبول جامعي او قبول في الفيزا اتقبلت وخد الفيزا خلاص وجاي قريب. تنوروا المانيا ويشرفني طبعا اشوفكم هنا ونتقابل. كل التوفيق والنجاح باذن الله لكل اللي بيقدم الفتره ديت. اشوفكم ان شاء الله على خير دايما في امان وسعاده يا شباب. سلام يا احسن ناس واجدع ناس واعز ناس. سلام يا شباب.